بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استني عندك ما تمشيش. لو عندك بطاطسة وبيضة بس هتعملي أحلى أكلة والكل يترجاك على الوصفة. الطعم خيالي وهتخلص في 10 دقايق. يا أحلى متابعين بتحبوا الأكل السريع واللذيذ، النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لفيديو مميز جدا. ممكن تجربوها لو عندكم بطاطس وبيضة. بس الوصفة دي سريعة وسهلة والطعم خيالي، هيفضلوا العيلة كلها تتجنن عليه. ولو نسكن في أكلة اقتصادية وتكون جاهزة في لحظات، خليكم معايا نهاية الفيديو وما تنسوش الاشتراك، لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. عندنا بطاطسيتين زي ما شفتوا كده، هنقشرهم ونقطعهم بالشكل ده وناخدهم على النار نسلقهم سلقة كويسة، وبعد كده نجيبهم ونصفيهم من المية. يبقى عندي البطاطس المسلوقة، وعندي جبنة ميكس، وعندي كوباية بقسماط ناعم، وعندي معلقتين نشا، وعندي نص كوباية بقدونس، وبيضة. دي كل المكونات بتاعتها، وهتخلص معاكي في 5 دقايق مش هتكمل. هنهرس البطاطس بالطريقة دي هرسة كويسة، ونخليش ما فيها أي حاجة ما اتهرستش. بعد كده بناخد البيضة نكسرها عليهم، وبعد كده بنجيب الجبنة الميكس ونحطها، وبعدين بنجيب البقسماط، وبنجيب معلقتين النشا، ونحط البقدونس ونقلب شوية، وبعد كده بنحط الفلفل، نقلب شوية كده لحد ما يتداخلوا كلهم مع بعض. وبعدين نحط بقية الأكلة خيالية طعمها يجنن. يعني اللي هيدوقها مش أولا بتتاكل من غير عيش، دي بتاكل جنبها طحينة كأنها سندوتش، بتتاكل جنبها طحينة، سلطة خضراء، والكل هيتجنن عليها. بعدها بنحط لها معلقة كمون، ومعلقة فلفل صغيرة، معلقة فلفل صغيرة، ومعلقة ملح صغيرة ممسوحة كده. وبعد كده نقلب بقى ده كل المكونات وكل حاجة، وبعد كده نبتدي في موضوع قلي الكرات بتاعة البطاطس أو القرص بتاعة البطاطس. طعمها والله والله ما أقول لكمش، لو جربتوها هتدعولي. وصفة تنفع معاكم جنب أي أكلة، وزي ما قلت لكم بتتاكل بالطحينة بس ما بتتاكلش بالعيش، وممكن تاكليها بالعيش عادي، إنما هي طعمها وحلاوتها لما بتتاكل من غير عيش. ده معلقة بيكنج باودر، حطينا لها معلقة بيكنج باودر، وهنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق بنكورها بالطريقة دي، بنكورها ونبططها صغيرة كده زي حجم البسكويتة المدورة، وارتفاع حوالي أقل من سنتي يعني. وانت ممكن تكبري الكور عن كده أو تصغريها، يعني ايه دي على مزاجك انت. بس هتدمنوها، سهلة وسريعة ومش هتاخد وقت. يعني في لحظة أولادك يقولوا لك جعانين وما عندكيش أكل، هتخش المطبخ تجيب البطاطسيتين وتجيب البيضة، هتعملي أحلى وصفة شفتيها قبل كده. وجربوها ومش هتندموا وهتدعولي. والبطاطس دلوقتي متوفرة في السوق، وبعد ما كملنا مجموعة هنعملها نقليها قدامكم. وبعد كده مش بنقليها، احنا بندهن الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هرجع اكمل كل المكونات تاني مع كل اللي عملناه لحد ما اخلص كل الكمية.
يعني كده دول مجرد ما يتحمر معانا من تحت بنقلبه على الوش التاني، وبعدين تاكلي احلى بطاطس بالبيض بالبقسماط. اللهم صل على النبي. حاجة بعد حاجة، عظمة عظمة عظمة، ما شفتش زيها قبل كده. انا جربتها عندي ولله الحمد، الكل اعجب بيها، وانا ما بعملش حاجة الا لما اجربها واوريكم الطريقة الصح. يعني بتبقى نافشة من جوه كده وما بتبقاش كبسة، وبتاكلي انت حاجة يعني خيال، حاجة خيال. شايفين؟ ما بتاخدش وقت، يعني هي بمجرد ما بتحمر بنقلبها على الوش التاني، ونقلبها مرة تاني ونقلبها مرة تاني لحد ما يغمق اللون ده شوية كده. بتاكلي حتة كيكة يعني كده، مش عارف يعني اوصفها لك ازاي. يعني انت لو في لحمة جنب منك وجنبك انك ده، هتاكلي ده وسيبي اللحمة، بالإضافة اللي جنبها حط لها الفلفل، والفلفل مديها حتة يعني حامية شوية، بس مش مشطشطة زي الشطة، لا دي فلفل طعمه جميل وريحته حلوة. وده احنا بنحطها اساسا عشان البيض، عشان يطلع زفارة البيض. انما هي اكلة خطيرة خطيرة خطيرة. انا بقول لك لو جنبك لحمة وجنبك الاكل ده، لا هتاكلي ده وتسيبي اللحمة من الحلاوة والطعامة بتاعتها. انا على فكرة ما بقطعش الفيديو، الفيديو في كل دقيقة فيه، ولا بسرعه. كل دقيقة اهو بنطلعها كده، وهنجيب نعمل مجموعة تاني، وبعد كده اكمل وارجع لكم بعد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. هنعمل كمية تاني معاكم وتشوفوها. يفضل الطاسة تكون تيفال عشان ما يلزقش فيها. اولا هو ما بيلزقش، حتة الزيت دي ما بتخليش يلزق، بس يفضل يكون تيفال. تطلع شكلها حلو جميل كده، ومحمرة ومن جوه هشة وطعمة في منتهى الحلاوة. كده طلعنا المجموعة دي، وهكمل وارجع لكم تاني. خليكم معايا ما تسيبوش الفيديو. وهي طلعت معانا كده بالمنظر ده، خطيرة خطيرة خطيرة، وريحتها تجنن. جنبها طبق سلطة زي كده، بناكل بالمعلقة وناخد نقطة قطمة منها. شايفين عاملة ازاي؟ يعني حتة كيكة، مش مش بطاطس دي، يعني ناعمة وهشة كده وطعمة. فانت بتمسكي الواحدة مش عايزة تسيبيها. فيا ريت اللي وصل معايا لحد هنا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.